في قصة تانية خالص، رواية بديلة ممكن تفسر كل حاجة بتحصل حوالينا دلوقتي، من أول السياسة العالمية لحد اللي بيحصل في القدس. القصة دي كلها بتدور حوالين نبوءة قديمة جدا. النهاردة هنحاول نشرح الرواية دي، وهنبدأ بالأسئلة الكبيرة قوي اللي هي بتحاول تجاوب عليها. وأول سؤال، ليه دلوقتي بالذات؟ إيه سر الإصرار اللي زاد فجأة وبقى أقوى من أي وقت فات على فكرة بناء الهيكل الثالث في القدس؟ إيه اللي اتغير؟ تاني سؤال، لما بنسمع سياسيين كبار زي نتنياهو بيتكلموا عن الملكوت وعن عودة المسيح، هما بيتكلموا عن مين بالظبط؟ هل هو سيدنا عيسى ابن مريم ولا في حد تاني خالص هما اللي مستنيينه؟ ونيجي للسؤال الأخطر، السؤال اللي الرواية دي كلها بتدور حواليه. إيه العلاقة الخفية اللي محدش بيتكلم عنها بين دولة إسرائيل اللي بنشوفها النهاردة وبين شخصية الدجال؟ عشان نفهم إجابات الرواية دي لازم نرجع بالشريط لورا قوي. طيب، عشان نفك اللغز ده، الرواية بتقول لازم نبدأ من أهم نقطة، من التعريفات. مين هم بني إسرائيل اللي النبوءة بتتكلم عنهم؟ لأن الإجابة هنا صدقوني مختلفة تماماً عن اللي في بالنا كلنا. أول حاجة، كلمة إسرائيل نفسها. حسب الرواية دي الكلمة دي أصلها عبري قديم ومتقسمة حتتين، إسرا يعني عبد أو المختار، وإيل يعني الله، على بعضها عبد الله. وده كان لقب سيدنا يعقوب عليه السلام. وهنا بقى دي أهم نقطة في الرواية كلها. المصدر ده بيعمل فرق كبير جدا. بيقولك في بني إسرائيل الأصليين اللي هم سلالة سيدنا يعقوب المباشرة، ودول مع الزمن دابوا وسط الشعوب بقوا مسلمين ومسيحيين. وفي بقى دولة إسرائيل الحالية اللي الرواية بتقول إن أغلب سكانها من يهود الأشكناز، ودول أصلهم قبائل اسمهم الخزر اتهودوا في القرن الثامن. يعني من الآخر مفيش صلة دم مباشرة بسيدنا يعقوب، ده كلام الرواية طبعا. النظرية دي كلها أساسها آية واحدة في القرآن، آية بتعتبرها الرواية مش مجرد كلام، دي خريطة زمنية للمستقبل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. من هنا كل حاجة بتبدأ. وبناء على الآية دي التاريخ بيتقسم ل5 محطات، زي ما يكون فيلم من 5 فصول كده. الأول صلاح وخير، بعده يجي الإفساد الأول، بعدين ربنا يبعت إصلاح أول، وبعدين يرجعوا للإفساد التاني، وفي الآخر خالص الوعد بالإصلاح الأخير. تعالوا نمسكهم واحدة واحدة. طيب، إيه هو الإفساد الأول ده من وجهة نظر الرواية؟ بتقول إن دي اللحظة اللي الكهنة فيها خبوا كتب السماء الأصلية وكتبوا حاجات من عندهم. واللعبة ما كانش في الأحكام بس، ده وصل لقصة الخلق نفسها. تخيلوا، الثعبان بدل ما يبقى رمز للغواية بقى رمز للمعرفة، والتمرد على ربنا بقى بطولة. الرواية بتشوف إن دي بداية ظهور رموز زي العين الواحدة والثعبان اللي بنشوفها لحد النهاردة. طيب، بعد الإفساد ده إيه اللي حصل؟ مرحلة الإصلاح الأول. الرواية دي بتشوف إن بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت هي التدخل الإلهي اللي وقف ده. الإسلام جه وكسر احتكار الحقيقة وفضح فكرة التحريف، ورجع العلاقة بين العبد وربه مباشرة من غير وسيط. ونوصل بقى للمرحلة الرابعة، مرحلة الإفساد الثاني، أو زي ما الرواية بتسميها اسم دقيق قوي، عصر العلو الكبير، العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. عشان نفهم العلو الكبير ده بدأ إزاي، الرواية بتقول لنا بصوا على التاريخ. كان في تدميرين للهيكل، مرة على إيد البابليين ومرة على إيد الرومان، ومن بعدها بدأ الشتات الكبير. الرواية بتشوف إن نقطة التحول الكبرى ونهاية الشتات ده كانت سنة 1948، يوم ما تأسست دولة إسرائيل. ومن اليوم ده بدأ فصل جديد من القصة، فصل الإفساد الثاني. وهنا القصة بتدخل في منطقة خطيرة جدا. الرواية بتقول إن كل اللي فات ده مش صدفة، ده كله تمهيد وخطة كبيرة قوي لظهور ملك مستنيينه. الملك ده هو المسيح الدجال. الرواية بتشرح الخطة دي وبتسميها هندسة النبوءة، بتتلخص في 3 خطوات ذكية جدا. أولاً، استغلوا إيمان المسيحيين بأن سيدنا عيسى راجع. ثانياً، حطوا شرط جديد من عندهم، قالوا عيسى مش هيرجع غير لما الهيكل الثالث يتبني. طب والنتيجة؟ ثالثاً، ملايين المسيحيين بقوا أكبر داعمين لإقامة الدولة دي، عشان في نظرهم هم كده بيعجلوا برجوع المسيح. وهنا الرواية بتستخدم تشبيه فظيع، بتقول إنهم استخدموا المسيحيين زي التاكسي، ركبوا معاهم عشان يوصلوا لمشوارهم في القدس، بس لما وصلوا نزلوا عشان يقابلوا حد تاني خالص. الهدف الحقيقي حسب الرواية مش عودة سيدنا عيسى، الهدف هو التمهيد للمسيح بتاعهم هم، الدجال. طيب، عشان الدجال ده يظهر محتاج إيه؟ حسب الرواية محتاج 3 حاجات، 3 أنواع من السيطرة الكاملة. سيطرة سياسية من خلال دولة إسرائيل الكبرى من النيل الفرات،
سيطرة دينية ببناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، وسيطرة اقتصادية بإنه يعملوا أزمة مالية عالمية ضخمة عشان هو يظهر في الآخر ويقول أنا المنقذ. والأغرب من كده، الرواية دي بتعيد تفسير التاريخ كله. بتقول إن أحداث غيرت شكل العالم زي الإصلاح البروتستانتي في أوروبا ووعد بلفور وحتى مأساة الهولوكوست. كل دي ما كانتش أحداث عشوائية، دي كانت خطوات مترتبة في الخطة الكبيرة دي عشان الدولة تقوم وتتحقق الشروط. لكن القصة بتنتهي إزاي؟ الرواية بتقول إن قمة القوة دي، العلو الكبير ده، هو نفسه علامة النهاية، هو اللي بيجي قبل الانهيار على طول، وده اللي بتسميه الوعد الأخير. وهنا بتعتمد على فكرة أو سنة إلهية من القرآن، إن ربنا بيدي الظالم كل حاجة، بيفتح له أبواب الدنيا لحد ما يوصل لقمة غروره، وفي اللحظة دي بالذات ربنا بياخده فجأة. الآية بتقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وبعدين أخذناهم بغتة. الرواية بتقول طب بصوا حواليكم دلوقتي، السيطرة على الفلوس والإعلام والتكنولوجيا سيطرة عمرها ما حصلت في التاريخ. دي هي مرحلة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وده معناه إن النهاية المفاجئة دي قربت جدا. والنهاية دي موصوفة في آية محورية تانية: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الرواية بتفسر الآية دي على إنها نبوءة صريحة بانهيار الكيان الحالي. طيب سؤال مهم جدا عشان محدش يفهم غلط، هل انهيار الدولة ده معناه نهاية اليهود كشعب؟ الإجابة بتاعت الرواية واضحة جدا، لا. هي بتفرق بين انهيار الدولة ككيان سياسي وبين الشعب. اللي بينهار هو الهيكل السياسي، أما أتباع الدجال الحقيقيين حسب الرواية فدول هيتجمعوا في مكان تاني خالص، في أصفهان، وهناك هيستنوا ظهوره. الرواية بتختم كل ده بآية واحدة بتسيب الباب مفتوح وكل واحد يفكر فيها: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وكأنها بتقول الأيام الجاية هي اللي هتكشف كل حاجة.